قام أكثر من 500 شخص بكسر حرمة رمضان بالأكل والشرب علنا في مدينة تيزي أوزو بمنطقة القبائل. الجاهل في حكم الفطر، فنقول الجاهل يدخل في عموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره. شخص في ساحة الزيتونة بقلب مدينة تيزي أوزو وقاموا بالإفطار جماعيا علنا، تناولوا سندويشات المياه المعدنية والمشروبات الغازية. أفطر وهو عالم بالحكم، أما التعمد فلا يؤثر التعمد لجهله بالحكم، أما إذا كان عالم بالحكم ومتعمد فلا شك أنه عليه إثم عليه أن يتوب منها. على بعد 100 كيلومتر من العاصمة الجزائرية ليعلنوا تمسكهم بحرية معتقداتهم ورفضهم لما أسموه أسلمة الدولة. ويوجد من بين المحتجين مواطنون عاديون، لكن أغلب وحتى الكحولية أمام دهشة واستغراب أنظار سكان مدينة تيزي أوزو. هذا الفعل الشنيع يعد الأول من نوعه والذي تشهده المنطقة والوطن عموما، كان تحت شعار نعم للتسامح واحترام حرية الغير. هذا الإثم العظيم ولا يفعله مرة أخرى، وعليه أن يصبر على هذا الصوم ويؤديه كاملا، وعليه أن يقضي يوما بدله، يعيد هذا اليوم الذي أفطر مع التوبة والندم. أغلبهم من المناضلين من أجل انفصال منطقة القبائل، ولا يترددون في رفع علم خاص بهم غير العلم الجزائري. بالنسبة لليوم اللي كان في رمضان كان ينوي أن يصومه، هو يعيد هذا اليوم، هو الذي بدل رمضان. نعم. ليس يعيد، أحسنت، ليس يعيد اليوم الذي أفطر فيه. أحسنت. أنا مع الديمقراطية وأدعم كل الناس الموجودين هنا بهدف أن لا يفرضوا علينا النهج السلفي. أطره الكثير من المناضلين المحسوبين على الحركة الداعية للحكم الذاتي بمنطقة القبائل في غياب تام لمصالح الأمن. الزميل حسن زيزي غطى. وجاء الاحتجاج في تيزي أوزو إحدى أكبر مدن منطقة القبائل بعد قيام الشرطة بتفتيش مطعم مغلق في تكزريت القريبة بعد تلقيها معلومات عن شباب يفطرون في رمضان، فقامت بسحب رخصة الحركة وعاد لنا بالتالي المطعم قبل أن تعيدها لصاحبه بحسب الصحافة. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ إجراءات محرجة على الأطفال.